قصتنا تبدأ بسنة 1988 أيام الحرب العراقية الإيرانية، أيام مرة ما نساها جيل السبعينات اللي كانت محفورة بذاكرتهم على شكل ذكريات حربية. القصة تبدأ قبل وصول كتيبة عمار فرقة محمد رسول الله منازلهم بعد ما هم انتهوا من الخدمة، فإجا أمر التحاقهم للحرب لأنه الجيش العراقي قرب أن يخترق مضيق أبو غريب. فنشوف 4 أصدقاء من الجيش الإيراني اللي كانوا على وشك الرجوع لعوائلهم طهران لأنهم أنهوا خدمتهم بالدفاع عن أراضيهم. فنشوفهم وهم على البحر، وعزيز وخليل كانوا يحجون على جهة يم البحر، أما حسن وماجد فهم جالسين على طاولة ويحاولون يحزرون حديث عزيز وخليل. فحسن يعتقد أنه عزيز دا يحكي عن عمله لأنه هو دائما يغير مهنته وكل مرة يشتغل شيء جديد، وحاليا هو يشتغل بالسباكة. أما ماجد فتوقع أنه هم دا يحجون عن ذكرياتهم وهم صغار، فماجد يتراهن ويا حسن أنه عزيز وخليل دا يحجون عن ذكرياتهم ويبدون يتراهنون من 10 ضربات على الراس. أما عزيز وخليل فكان حديثهم الحقيقي عن حاجة حسن لفلوس على مود يعالج أمه، فهم الاثنين يتفقون بيناتهم أنه راح يحجون قدام حسن على أنه عزيز قدر أنه يدبر الفلوس حتى ينطوها لحسن على مود هو ما يقصر بعلاج أمه. فيرجعون يقعدون سوا، وحسن يسألهم على شنو كنتوا تحجون، ويقول لهم احنا تراهنا أنا وماجد أنه أنتوا كنتوا تحجون عن ذكرياتكم. فعزيز يقول له احنا كبرنا على هاي الشغلات وأصلا ذاكرتنا بعد ما تساعد. من بعدها عزيز يقول لهم أنه أنا مستعجل أريد أرجع الشغل السباكة، فيودعهم ويدعي لهم انه يوصلون لطهران بالسلامة. لكن حسن وماجد يطلبون من عنده انه يوصلهم لمحطة القطار، فهو يقول لهم احنا لازم نرجع لمنازلكم على مود نجيب الجنط مالتكم. وهنا ماجد ينادي على المصور على مود ياخذون صورة للذكرى، لكن عزيز يرفض. ومن بعدها يبدون يحجون بموضوع الفلوس، وخليل يقول لهم انه انا كنت محتاج فلوس لما بنتي تمرضت، وانا تداينت من اصدقائي وانا سددتهم شي ورا شي. فماجد يفهم الاتفاق ويشارك وياهم ويقول لهم المفروض من واحد من عندنا يحتاج فلوس يطلب من عندنا واحنا نساعده، فيبدون يحجون على مود يساعدون حسن. اما عزيز فيبدا يحكي ويا حسن على مود الفلوس، وماجد يبقى يضحك عليهم لانه عزيز ما قدر يخفي الموضوع وهو كان يمثل. فخليل ياخذ حسن على مود يفهم القصه، ويروحون يصعدون بسياره عزيز ويرجعون للمقر مالتهم. اما هسه فنروح وياهم ونشوف المكان اللي هم بيه، اللي كان مكان بسيط بالنسبه الى جيش كبير بهاي القوه. فنسمع صوت رضا اللي هو قائد فرقه محمد رسول الله، وهو يبلغ الجنود اللي انتهت خدمتهم انه اجته اوامر من ساحه المعركه على انه الجيش العراقي قدر انه يوصل للاراضي الايرانيه، والعوائل اللي موجوده على الحدود بدات تنزح، والجيش بحاجه الى اسناد لانه عندهم اعداد كبيره من الجرحى ونقص بالذخيره والموارد. فيطلب منهم اللي عنده استعداد يرافقهم ويحضر نفسه، واللي ما يقدر اصابته قويه خليه يرجع لبيته بالشاحنات اللي متوجهه الى طهران. ونشوف خليل وعزيز اللي كانوا يستمعون الى توجيهات رضا، هم ضايجين من وضع الجيش وما كانوا قابلين على هاي الوضعيه، لكن بالاخير يستسلمون للامر الواقع ويروحون على مود ياخذون غراضهم ويبدلون ملابسهم. وخليل يبلغ عزيز انه هو ما يقدر يصير مسؤول لانه ما راح يقدر ينام، فيترك عزيز ويصعد. بعدها يجي شخص ويبلغ عزيز انه هم طالبيه بالطابق الثاني، فعزيز يصعد ويمر على حسن اللي كان يوصي جندي صغير بالعمر اسمه علي، ويقول له ادخل على كل الغرف واطلب من الجنود انه يكتبون اسمائهم على حقائبهم على مود نعرف هاي الجنط علما لمن هم يستشهدون. وعلي يبقى يسال على خليل، فحسن يقول له اترك خليل ونفذ الامر. ولما علي يروح يقول للجنود انه لازم تكتبون اسماءكم. بعدها نرجع لحسن اللي كان يسال على شخص اسمه مجتبى اللي كان المفروض هو راجع الى طهران، لكن الجندي الثاني يقول له مجتبى اخذ الجنطه مالته وراح قبل نص ساعه. ونشوف ماجد على الدرج والجنود يطلبون من عنده تعزيزات وموارد للحرب، فهو يقول للجندي انه الحكومه اذا عندهم اشياء تخصنا فهم ما راح يقصرون ويانا. بعدها نرجع لعزيز اللي يطلب من الجنود انه يحضرون نفسهم ويستعجلون، فيلتقي بعلي اللي بعده دا يبحث عن خليل، فعزيز ياخذ الخليل. ونشوف عزيز وهو يوصي ماجد علي ويقول له علي ابن صديقي وابوه انصاب بالشلل بسبب الحرب، واني وعدت امه راح اعتني بيه واحميه، فراح نخليه مصور بالحرب، واذا اضطرينا نخليه يساعدنا بنقل الجرحى. اما ماجد فبدا يعلمه شلون راح يتحرك بالحرب، ويطلب من عنده انه ينزل ويحضر لنفسه قناع ضد الأسلحة الكيميائية. فحسن هنا يرجع للغرفة، فماجد يقول له حضر الجنطة مالتك وروح. وحسن يقول له ليش ما اتصلت بخطيبتك؟ فماجد يقول له اترك خطيبتي واخذ هاي الفلوس اللي جمعها إلك عزيز وروح لأمك على مود تعالجها. فحسن يضوج لأنه عزيز الداين من الناس على مود يجمع الفلوس، فماجد يقول له انه احنا راح نتساعد ببعضنا ونسدد هاي الفلوس، وهو انطاهن إله. فمن بعدها يضربه على راسه ويقول له هذا الرهان اللي تراهنا عليه يم النهر. اما هسه فهو يطلب من حسن انه يروح على مود يلحق
حق السيارات اللي رايحة طهران. وهسه نشوف الجنود وهم يصعدون إلى سيارة عسكرية وياخذون كلهم صورة سوا، ومن بعدها تتحرك السيارة ويبدون رحلتهم بالصلاة على محمد وآل محمد. وحسن يبقى بالموقع، وبطريق الجنود ينصدمون من منظر السيارات اللي راجعة من الحرب اللي هي كانت محملة بالجنود المصابين والناس النازحين اللي كانوا على طريق يمشون وحالتهم صعبة ويائسة وسط التراب، فكانوا يعانون من الحرب اللي خلتهم بدون منازل ولا أكل ولا مي وعايشين بالشوارع. فالجنود يبدون يساعدوهم ويصعدون الرجال والأولاد وياهم. وهسه نشوف أحد الجنود اللي هو رغم إصابته كان يحاول إنه يلعب ولد صغير يبكي بحضن أمه، فنسمع صوت عزيز وهو يطلب من الجنود إنه يقعدون أو ما يبقون يشاهدون الجرحى والناس النازحة على مود هم ما يخافون أبدا، فيقول لهم اقعدوا لا تتحركون من مكانكم. وهنا علي يسأل ويقول احنا ليش ما نستخدم السلاح الكيميائي مثل ما جنود صدام استخدموه؟ فعزيز يقول له إنه القنابل الكيميائية هي محرمة، وعلي يقول له يعني حرام علينا وحلال عليهم. فعزيز وماجد يسكتوه ويطلبون من عنده إنه ما يحكم بكيفه بأمور الحرب. من هنا عزيز يطلب من جندي اسمه كامل إنه يقرأ قصيدة حسينية على مود يشغل الجنود أثناء الطريق لما يوصلون، فيبدون قصيدة للإمام العباس وبعدها الجنود يبدون يرددون وياه. وبعد مسافة السيارة توقف فجأة، فعزيز يروح على مود يشوف شنو الموضوع، ويشوف منظر مرعب لطريق السيارات اللي كان متوقفة والطريق متعرض إلى قصف ومغلق. فيمر من يمهم حسن اللي كان راكب فوق أحد السيارات، وهو يقسم العزيز إنه هو راح يتبعهم أو بمجرد إنه يوصل لتقاطع. اما هسه فنشوف رضا اللي هو يبلغ القاده ومن ضمنهم عزيز بالمستجدات الجديده، ويقول لهم انه الجيش العراقي قدر يخترق الدفاعات وقربوا من مضيق ابو غريب. بعدها رضا يشيك الطريق اللي كان مغلق من كل ناحيه، فيطلب من عزيز انه ياخذ طريق الترابي، وعزيز يقول له انه طريق الترابي ايضا مغلق ومزدحم. فهنا نتبع رضا وعزيز اللي كانوا يحاولون يفتحون الطريق، لكن الشاحنات كانت متعطله ومسببه ازدحام، فينطيهم امر انه يستخدمون الرافعه العسكريه اللي متوقفه بالازدحام ويفتحون الطريق. وهسه نروح وياه لما هو يمر بقرب شاحنة مزدحمة عليها النساء على مود يصعدون، فيسمع حديث العسكري باللاسلكي اللي كان يبلغ الضابط بالجبهة انه فرقة عمار مو كاملة وهم عالقين بالازدحام. فهنا رضا يصعد ويا احد الدراجات النارية وهو يروح قدامهم. بعدها نرجع الحسن اللي يلقى بنية بدون اهلها، فهو ياخذها على مود يبحث على اهلها. فعلي يجي ويسأله على خليل، وحسن يقول له تعال ساعدني على مود نجمع الاولاد الصغار، لكن يلقون عزيز بطريقهم اللي يكون وسط ازدحام الناس، فينادي عليهم على مود يساعدوه ويبعدون سيارة متعطلة من الطريق. وحسن ينطي هاي البنية لعلي ويبعدون السيارة وتتحرك باقي السيارات، فحسن ياخذ هاي البنية ويرجع يبحث عن اهلها. فعلي يجي ويقول له لقيت مكان نخلي بيه الاولاد، فحسن ينطي الاولاد لعلي. وهنا علي يسمع توجيهات المرشد الاعلى بالسماعة اللي يطلب من عندهم ان يضحون بكل شيء من اجل بلدهم، وانه لازم يخلون نيتهم صافية وخالصة لله. اما هسه فنشوف الجنود هم يوزعون الطعام والمي على الناس. اما الجندي مرتضى فيطلب من علي انه يراقب الفرقة على مود ما يبقى هنا لما ينفتح الطريق. وهسه نروح ويا علي اللي اخذ بسكويت للاولاد وجمعهم بمكان ووزعها عليهم. بعدها نرجع ويا احد الجنود اللي رايحين باتجاه مخيم الطبابة اللي كانت تداوى بيه الجرحى. وهسه نشوف انه الناس ميتين بكل مكان بسبب القنابل الكيميائية واللي كانوا اهلهم وياهم، ونعرف انه الحرب قضت عليهم. فوسط الدمار والخراب الناس كانوا قاعدين منتظرين احد يساعدهم، ونعرف انه اصابات القنابل الكيميائية كانت قاتلة، لكن المسعفين كانوا يحاولون بكل جهدهم. وهسه نشوف علي وهو واقف مصدوم من اللي يشوفه، فخليل يصعد للرافعة ويطلب من علي انه يروح ويا اصدقائه على مود ما يضيع منهم، فيروح ويساعد ماجد اللي هو كان ينقل بالجرحى، ويطلب منه انه يساعده على مود ينقلون الجريح اللي نعرف انه رجله انقطعت بالحرب، فيروح وياخذ حقيبة اسعافات ويساعد ماجد. ومن بعدها يلقون جندي فقد عيونه وايده وايضا ياخذوه وياهم، فيروحون الموقع انتظار طائرات. ولما تجي طيارة ينقلون الجرحى لطائرة بسرعة، وفجأة تجي طائرة مقاتلة عراقية وتبدأ بالهجوم على المكان، فكل الجنود يبدون يبعدون الناس عن الطريق ويطلبون منهم أن يروحون باتجاه المستنقع. وبالفعل يبدأ قصف الطائرة العراقية، وعلي يكون مصدوم وواقف بمكانه، فالجنود يسحبوه وياهم. أما حسن فقدر أن ينقذ أحد الأولاد من القصف. ومن هنا عزيز يجي بسرعة وهو ينادي على الناس اللي راكبين بالشاحنة ويطلب منهم أنه ينزلون بسرعة، وفجأة تجي الطائرة العراقية وتقصفهم وتقتلهم كلهم. وحتى عزيز هو تصوب. وبنهاية اليوم نشوف ماجد وخليل هم بالشاحنة
كانوا يتذكرون احد اصدقائهم من الحرب اللي كان وياهم علي، واللي هو كان ما يسمع لانه اذانه انفجرت بسبب القصف. فماجد يخليه بحضنه ويقول له لا تخاف، احنا راح نحميك بارواحنا وراح ترجع لامك سالم. فنعرف انه حسن كان قريب من عندهم وهو حزين على عزيز، ويقول لهم اني جبان لانه ما شكرت عزيز على الفلوس اللي انطاها الي، واني اجتني اكثر من فرصه على مود الشكره، لكن اني ما شكرته لحد ما خليته بالاسعاف. فخليل يسكتهم ويبقى يبكي على صديقه. وبحلول صلاه المغرب يوصل الجنود للخطوط الخلفيه للجبهه وهم ينزلون من الشاحنات، وبعدها يروحون لاداء الصلاه. وعلي كان يحاول انه يقنع خليل انه يروح وياهم للجبهه، لكن خليل ما يجابه ويقول له روح اتوضى وصلي. وعلي هنا يروح الحسن ويقول له صار اكثر من ساعه احكي ويا عمو خليل لكن هو ما يجاوبني. فحسن يقول له انه هو سمعه ثقيل بسبب القصف وانت لازم تنادي علي بصوت عالي. فعلي يقول له لا، هو سمعه مو ثقيل، بس هو يرفض انه اني اروح للجبهه. ومن هنا رضا يجي ويسلم على الجنود ويطمن عليهم. اما هسه فنشوف علي وهو يروح ويحكي ويا ماجد ويطلب منه انه يروح للجبهه، وماجد يقول له انه عزيز وعد امك انه انت ترجع سالم واحنا ما نقدر نخاطر ونرسلك للجبهه. فيمر من يمهم رضا وخليل اللي تكون وصلتهم اخبار من الجبهه. من بعدها رضا يطلب من الطباخ انه يسوي شيء من الطعام المتبقي ووزعه على الجنود. فياخذ خليل وياه ويروحون المكان كانوا يمدون به اسلاك. وهسه نرجع لماجد وعلي اللي كان علي مصر انه يروح للجبهه لكن ماجد يرفض ويقول له انت بالمقر خليتنا ننتظر نصف ساعة على مود تلبس القناع الكيميائي، إذا رحت للجبهة راح تأذينا وتأذي نفسك. فيطلب منه إنه يساعد الطباخين ويسلمه إلهم، لكن هو يتبع ماجد. وهسه نرجع الخليل اللي كان يحاول ياخذ سيارة أحد الجنود اللي كانت محملة بالجثث لأنه سيارة نقل المعدات للجبهة معطلة، ويقول له لازم تسلمني السيارة، لكن الجندي ما يرد عليه. فخليل يصر على الجندي وتصير بيناتهم معركة حول السيارة. وهسه نشوف حسن قدر هو يصلح رشاش القتال، وعلي كان بعده يحاول يقنع ماجد إنه يروح وياهم ويقاتل. اما هسه بشكل بعيد فنشوف رضا اللي كان يستمع الجندي اللاسلكي اللي كان يحاول يفهمه وضع الجبهه. فالضابط يرد عليه ويقول له لازم تنسق ويا بقيه الفرق وتبقون تدافعون عن المضيق، لانه بمجرد ما يطلع الضوء جنود صدام راح يعبرون بوابات المضيق وبعدها صعب نسيطر عليهم، وهم جايين باعداد وقوه هائله. وبهاي الاثناء الجنود يوزعون الاكل بيناتهم اللي كانت عباره عن فتات خبز وحليب، والضابط باللاسلكي يبلغهم ان هم يتعرضون الى هجوم، وبمجرد انه يشوف ملازم فرقه عباس هو راح يرسله على مود ينضم إلهم. وهسه نرجع الحسن اللي يحكي ويا سايق السيارة، وكان يحاول انه يقنعه انه يسلمه إلهم، لكن السايق كان رافض. فحسن يقول له اذا انت راجع للجبهة على شنو هذا القتال على السيارة، احنا كنا متجهين لهناك. فهو يروح ويساعده على مود ياخذون بنزين من احد السيارات، وحسن يبقى يدعي على طبيب. فالسايق يسأله ويقول له على شنو انت تحكي وعلى يا طبيب. فحسن اثناء ما دا يسحب البنزين يقول له الطبيب اللي تراجع عنده ام صدام انا دا ادعي عليه، وسمعنا انه هي راحت على مود تنزل الطفل اللي ببطنها اللي هو صدام، لكن الطبيب قنعها انه تبقي، ولما ولدت صدام دمرنا، فاحنا دا نعاني حاليا بسبب الطبيب. وهسه ننتقل للرضا اللي وجه الفرق ووزعهم على مواقعهم وطلب منهم ان يركزون جهدهم على تضاريس على مود يمنعون الجيش العراقي انه يعبرون، فيتحركون ويجهزون نفسهم. وماجد ينادي على حسن انه يحضر نفسه. ومن هنا نشوف خليل وهو يوجه الجنود ويطلب منهم انه يملون عبوات المي، وينادي على علي ويودعه. ومن بعدها علي يودع ماجد وحسن ويروح على مود يساعد الجماعة بنقل المؤن، لكن هو كان ما منتبه لطريق ويوقع المؤن. فطباخ حبيبي يقول له لازم تنتبه لعملك وما تبقى عينك ورا خليل وماجد. فعلي يقول له احنا فريق واحد ولازم نبقى سوا. وحبيبي يقول له انه انا من كنت بعمرك العب ويا الفرس مالت ابويا، وانت مكانك مو هنا، انت جابك للحرب. فعلي يقول له انه ابويا مصاب بالشلل فاني ما اقدر العب وياه، واني جيت هنا بسبب ظروفنا الماديه. فياخذ المؤن للمخزن، ومن بعدها ياخذ قناع الكيميائي ويروح لاحد المراجيح ويلبس القناع ويقعد هناك، وهو ضايع بين طفولته اللي دمرتها الحروب وشبابه اللي كان مصيره مجهول. ونرجع للجنود اللي انطلقوا باتجاه الجبهه، لكن القصف بدا وصار استهدافهم من كل مكان، بس كانوا مصرين انه يكملون طريقهم. فيمرون على طابور راجع من المعركه اللي مر بجانبهم، وهم كانوا جنود مصابين وجرحى. اما فرقه عمار فيسلمون عليهم وينطوهم المي مالتهم، ويمر الجرحى قرب الجنود ويشوفون حالتهم الصحيه والنفسيه المدمره. وبحلول الفجر فرقه عمار يوصلون للجبهه اللي كانت تمطر قذائف مدفعيه. فنشوف الجنود يحاولون يثبتون قواعد المدافع مالتهم، لكن جندي يبلغ ماجد انه علي وصل للجبهه. فماجد يعصب عليه لما يشوف علي جاي، فيبقى يحكي عليه ويلومه ويقول له شلون تجي بدون اذن من رئيسك. فعلي يقول له الطباخ حبيب هو اللي يسمح لي. وبهاي اللحظه توقع قذيفه على بعد امتار عنهم، وماجد يفقد السمع. ولما يروح التراب والدخان يبدا يبحث على علي وما كان يمه، فيشوف جثه ويروح على مود يتفقدها. ومن بعدها يسمع احد الجنود وهو يصرخ
يصرخ ويكون ايده انقطعت، فماجد يروح على مود يساعده. اما خليل فوسط القصف يبدا يركض وينادي على الجنود ويطلب منهم انه يدخلون للقناة اللي حفروها على مود يحتمون بيها، وماجد يروح ودا يبحث على علي فيلقى ايد الرجل اللي ساعده وياخذها ويخليها على صدره، وهنا هذا الرجل مات فيغطي وجهه ويتركه. ونرجع الحسن اللي يلقى علي ممدد قريب على احد السيارات، فيبقى ينادي علي ويسحبه، والقصف مستمر من كل مكان وهو ياخذ للقناة بسرعة، لكن توقع عليهم قذيفة ثانية. وهسه نرجع الخليل اللي يجمع بالجنود وينادي على ماجد، ماجد يقول له انه انا جاي ابحث على حسن وعلي، وخليل لما يسمع بعلي يعصب ويقول له ليش خليتوه يجي، فيمر جندي من يمهم ويقول لهم انه حسن انصاب بالقذيفه، فماجد يروح على مود يبحث عنهم، لكن خليل يمنعه وياخذه وياه للقناه. ولما يدخلون للقناه الاوضاع كانت صعبه جدا على الجيش الايراني والموتى بكل مكان، فخليل يوجه فريقه من جهه اليسار انه يحارب الجيش العراقي وانه يضغط عليهم اكثر، ويؤمر اسماعيل انه ياخذ فرقه ويروح لنهايه القناه على مود يصد هجوم العراقيين حتى يتراجعون عن التوغل بالمضيق، لان هم تقدموا عليهم باعداد وقوه هائله. فاسماعيل يبدا يجمع جنوده وياخذهم وياه، اما فرقه خليل فيتعرضون للقصف وينصاب جندي منهم، وماجد يساعده ويشيلوه على مود يعالجوه، لكن يسمع صوت صراخ وصوت حسن فيروح بسرعه على مود يشوفهم، ويلقى حسن وعلي موجودين بالقناه فيطمن عليهم، وهو يسال حسن انت ليش لابس اسود قبل ما تموت، فحسن يقول له حسيت انه احنا كنا راح نموت وما حد راح يحزن على ثاني، فاني لبست الاسود قبلكم. ووسط الجثث والفوضى والحروب والقصف اللي كان مثل المطر على الجيش الايراني، ماجد كان يطمن خليل على حسن وعلي، فيطلب من عنده انه يوفر الماء لان الجنود راح يستسلمون بدون مي، فخليل يقول له انه طريق مسدود من وين راح نجيب المي، ويطلب منهم انه يامنون القناه ويبقون بداخلها ما دام القصف مستمر بالخارج، فيطلب من علي انه يروح يم ماجد بالمقدمه على مود يحتمون بالمدفع، فعلي بقى يمشي وكان على وشك انه يصير خارج القناه، لكن ماجد يوقفه او ينطيه المي ويقول له لا تتحرك بدون اذن. ومن بعدها خليل وحسن يكملون طريقهم ويوصلون المنطقة المدفعية، فحسن ياخذ القاذفة وهو يروح على مود يقترب من جبهة الجيش العراقي، فيشوف أماكن الرشاشات، وهنا يتبعوه جنود من الكتيبة فيقول لهم روحوا ساعدوا خليل على الساتر الثاني. فمن هاي اللحظة يجي جندي كان يبحث عن المي لكن ما حد كان عنده مي، فيروح للساتر اللي بيه خليل واللي نشوفه هو يحضر قذيفة الهاون، فيطلقها على أحد الدبابات العراقية وقدر أنه يصيبها، لكن الرشاش يطلق النار عليهم ويصيب خليل، ومن بعدها مكانهم ينقصف، فخليل يأمرهم انه ينقلون المصابين، وهنا يرجعون فيلاقيهم جنود او يسألهم عن حسن، فيقولوا له انه حسن بلغنا انه خطوط الجيش العراقي محصنة من الامام وما نقدر نخترقها ابدا لان هذا الشيء مستحيل، فينادي على اسماعيل ويقول له ساعد مرتضى، فيطلقون قاذفة على احد الدبابات وبالفعل صابوها، ويرجعون باتجاه حسن، فحسن يدمر دبابة ثانية بطريقهم لكن يتم قصفهم، وهسه نشوف احد جنود القاذفة اللي دمر موقع رشاش لكن هم يقتلوه بنفس الدقيقة، فحسن يطلق عليهم قذيفة ثانية ويقتلهم، وهو يوصل بصعوبة للساتر بسبب القصف، فيلقى جند القاذفة بسبب العطش والتراب مغمى عليه، فيقعده ويقول له المي جاي بطريق حارب لحد ما توصلنا الامدادات، فيروح يركض لأحد الخزانات لكن يلقاه فارغ من المي، فيبدا ينادي عليه ماجد ويروح عليهم ويلقى علي يداوي بأحد المصابين، وهنا ماجد يشوف حسن وهو مصاب برقبته، فبسرعة يروح عليه ويعالجه، اما حسن فهو كان يحضر القاذفة فيطلقها على الدبابة وبالفعل صابها، وعلي يروح يبحث عن ضمادات وعدة اسعافات، وبالطريق كان يدور على مي عند الجنود الميتين، فلما يلقى مي الدبابة العراقية هي عبرة الساتر وكانت على وشك انه تدهس علي، بس حسن يفجرها وخليل يبقى يصرخ على علي وهو ياخذه ويبقي بقرب ماجد، فوسط الرصاص والقذائف ماجد يسأل علي على المصابين، فعلي يقول له انا شفت اثنين قريبين على الساتر، وماجد يقول له لازم نروح ونجيبهم، فيروحون هم يحتمون من الرصاصة ويلقون أحد المصابين، ولما يشيلوه ياخذوه ماجد ينصاب بإيده، فيقول لعلي اسحب الجندي وكمل طريقك، فعلي يروح يم حسن ويقول له إنه ماجد انصاب بإيده، وهنا حسن وسط إطلاق النار والمعركة اللي كانت مشتدة يقول لعلي إنه ماجد ما عليه شيء هو راح يدبر نفسه، أنا أريد من عندك إنه تحمي ظهري لأن أنا راح أروح وآخذ الذخيرة اللي موجودة على تل ثاني، وينطي سلاح العلي ويعلمه شلون يستخدمه، فحسن ينطلق وسط القذائف والرصاص، أما علي فيبقى يرمي باتجاه جندي الرشاش على مود يلتهي عن حسن. بعدها ننتقل لداخل القناة ونشوف خليل وهو يأمر الجنود انه يطلعون كل الذخائر من القناة، فيلتقي برضا ويقول له انه دبابات الجيش العراقي توقفت وهم مدى يتقدمون، يا اما عندهم خطة اكبر او دا يسحبون بجنودهم المصابين، فرضا طلب من خليل انه اذا رجعوا للقتال ما يشتبك وياهم، وانه ينتظر فرقة الالغام تكمل زرع الالغام، وبمجرد ما الدبابات العراقية راح تتقدم الالغام راح تعيق طريقهم، فخليل هنا يقول لرضا انه اني اتمنى انه انسى كل
يمشي من الحرب، لأن كل اللي ماتوا هم ماتوا عطشانين وحتى جروحهم عميقة وكبيرة. فيروح باتجاه الفرقة وهو يوصل يم الجنود اللي دمرهم العطش وتعب والجوع والقصف، واغلبهم عندهم جروح عميقة ومتأذين. فيطلب من الفرقة انه ما يشاركون بالقتال اذا رجعوا الجنود العراقيين، وانه ينتظرون الالغام تنفجر وتصدهم، لانه ما عندهم بعد اي حل او وسيلة ثانية. فحسن يقول له واذا ما صدتهم الالغام شنو راح نسوي؟ وهنا هم يطلبون رأي علي، وعلي يقول لهم اني ما اعرف شيء. فيسألوه على كاميرته ويقول لهم الكاميرا انكسرت اول ما دخلنا للقناة. فيبغون يحجون عن وضعهم وشون فجأة لقوا نفسهم بداخل الحرب. وحسن يقول لهم البارحة كنا نشرب عصير قرب النهر واني ما شربت كل العصير. اما خليل فيقول لهم انه اني نسيت افتح الصنبور اللي غلقته. فماجد يقول له راح يجي احد وراح يفتحه ويصلحه، وبالحالتين اذا متنا او عشنا راح يكملون حياتهم. وهنا ماجد تنزل دموعه، وكان اليأس والخوف والعطش مسيطر على الجنود والموت بدا يقترب منهم. وبمشهد ثاني نشوف الدبابات العراقية وهي اقتربت من الجنود ودخلت الاراضي الايرانية وبدا تمشي باتجاه المضيق. فخليل يطلب من الجنود انه يتجمعون ويحتمون خلف التل، وانه يتصدون للدبابات ويمنعوها انه تعبر التل، لان اذا عبروا التل فموضوعهم انتهى، لان الجرحى بقوا خلف التل. وهنا هم قدروا يدمرون الدبابة الاولى والثانية والثالثة، وقدروا يسيطرون على زحف الدبابات. وهسه نشوف السائق اللي رفض انه يسلم سيارته هو يبدا يملي السيارة بخزانات الماء الصغيرة، ويجي للجبهة على مود يوزع المي، لكن تنقصف السيارة وتحترق. بعدها نرجع الماجد اللي كان ينقل بالمصابين وسط القصف والرصاص، ولما يوصل جثة يرجع على مود ياخذ الثانية. اما حسن فكان يواجه اغلب الدبابات العراقية بالقاذفة مالته اللي ما تخطئ الهدف. بعدها نشوف علي اللي كان يرمي الرصاصة باتجاه الرشاشات العراقية، وخلفه كانوا ينقلون الجرحى. فحسن وخليل والبقية يكملون اطلاق القاذفات على الدبابات، ومن بعدها يغيرون مكانهم. وبطريقة تنقلهم خليل ينصاب برصاصة ببطنه فهو يوقع، بس باصرار ياخذ القاذفة ويقوم ويكمل طريقه. ولما نرجع الماجد اللي هو بدا يسمع صوت صراخ من بعيد يروح على مود يشوف شنو صاير. فيلقى حسن خلف الدبابات اللي كان يحاول يرجع لوسط الجبهة، والجنود كانوا مقيدين ويحاولون يوقفوه، لان المنطقة اللي صارت وسط الجبهة هي صارت للجيش العراقي والدبابات العراقية بالكامل. فماجد يبدا يحكي وياه وكان يحاول انه يهديه، لكن حسن كان منهار تماما وكان يصرخ ويحاول يخلص نفسه منهم. وهو يقول الماجد انصابوا داوود ومرتضى هو محاصر بنصهم وانا اريد سلاحي. فماجد يقول له انا راح انطيك سلاحك لكن اريدك تهدى. وهو ما قدر يسيطر عليه. فحسن يروح لتل، لكن الرشاش العراقية كان مواجههم فيرمي عليهم الرصاص. وماجد قدر انه يلزم حسن والجنود البقية يربطون رجليه بحبل على مود ما يرجع لساحة المعركة. اما ماجد فيبقى حضنه ويبكي لحد ما حسن يغمى عليه، ومن بعدها تستقر اعصابه. فبمشهد مرعب نشوف الدبابات وساحة المعركة مشتعلة والنداء بين الجبهة والقيادة، ويبلغوهم انه الدبابات العراقية بدأت تنسحب، وانه جنود المشاة بدأوا يتراجعون، والضغط على المضيق بدأ يقل. وهسه نرجع الماجد اللي رجع يسعى في المصابين، وهو كان يحاول انه يساعد احد المصابين لكن اجته رصاصه براسه وقتلته. اما خليل فهو ما قرب احد الدبابات لان هو انصاب ببطنه، وحسن كان مقيد على احد تلال الوحده، وكل واحد من عندهم قتل حب الوطن والاصدقاء واداء الواجبه. اما الجندي علي فهو يرجع وهو حامل سلاحه على كتفه، وعلى كتف الثاني ذكريات الحرب وخساره اصدقائه والحرب النفسيه اللي عاشها وسط هاي الجبهه. والكل رجعوا من الحروب، والجنود العراقية والجنود الإيرانية رجعوا من الحروب وما حد انتصر بيها، لكن الكل كانوا خسرانين. وبعد 5 أيام من هاي الأحداث بالضبط وقعت الأمم المتحدة قرار السلام الدائم بين العراق وإيران، وانتهت هاي الحروب وأصبح الشعبين مسالمين. ويا عزيزي المشاهد، كل اللي شفتوه واللي سمعتوه هو يعود الفيلم The Lost Strike.